يا سلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هنزين مع بعض 5 تورت. ميني تورته او تورته بقى براحتك. 5 افكار للتزيين. هنعملهم مع بعض، وهي كانت معموله التورته مقاس 14، بس ممكن نفس التزيين ينفع على اي مقاس. يلا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نبدأ الفيديو. لأول مرة يشوفني أنا مها، ودي قناتي ماهي ومورستان. أو لو بتشوفني على الفيسبوك يبقى دي الفيديو بتاعتي برضو ماهي ومورستان. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وشير لكل أصحابك، وكمان ما تنسونيش بقى في السبسكرايب وفي اللايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي كيكة عملتها 40 في 40 في صاج 40 في 40، عبارة عن 800 جرام دقيق اسبونج، و7 بيضات كبار او 8 صغيرين، ومعلقة فانيليا ومعلقة خل ابيض، وكوباية تقريبا الا ربع مية من الحنفية عادي جدا، ومعلقة معلقة محسن كبيرة، بس كده. انا هنا قسمت الكيكة علشان المنشار بتاعي مش هياخد 40 في 40، فقسمت الكيكة نصين، وهبدأ اقسم كل نص 3 ديسكات. تمام. وهبدأ بقى بالقطاعة اللي عندي. أنا عندي قطاعة مدورة مقاس 14. هقطع بيها زي كادر كده مقاس 14، هو ده. هبدأ بقى بصوا أعمل كده التورتة. طبعا الكيك التاني ده اللي من بره الدايرة مش هنرميه. حطيته كده جنب بعض وعملت بيه دايرة تانية يعني. دي الكريمة معايا 2 كريمة. أنا بس هعمل ريتش المتحدة. 2 كريمة، ونص كوباية لبن بودر، ونص كوباية سكر بودر، وكوبايتين ونص لبن ساقع أو مية ساقعة. ببدأ أقشر الوش كده. بقشر الوش كده وأقطع الديسك النص التاني من الكيكة يعني، ونفس الموضوع برضو بعمله بالكادر كده. أدي عندي أول بورد، هنبدأ بقى تزيين أول واحدة. حطيت كريمة كده، حتة كريمة شوكولاتة، وبعدين حطيت او الديسك وهو سقيته. بسقيه الكيكة الشوكولاتة يا جماعة، انا بسقيها كاكاو باللبن، اكن الكاكاو باللبن وهتشربيه بالظبط. يعني كاكاو ولبن متحلي بسكر. وببدأ اسقي الكيك بتاعي. عملت كده 3 طبقات بالمنظر ده، وبعدين حطيت كريمة بقى من فوق، وهبدأ اسويها كويس. اول واحدة دي انا عملتها نصين، نص مانجا ونص كريمة كده. بص انا حاولت اقسمها كده نصين باي شوكة او اي معلقة او اي سكينة، والنص يعني نص منهم هعمله كده قطع مانجا. دي مانجا انا كنت مفرزاها عندي، وطلعتها قطعتها كده مكعبات وبس كده. وهبدأ احط عليها كمان جيلو المانجا، بس اعمل جيلو مانجا متحدة. احط عليها عشان بس شكلها كده ما يتبلش يعني، يبقى شكلها حلو. روزيتات بقى كريمة كده هعملها، احدد بيها النص التاني. وبالكيس بتاع الكريمة هبدأ اعمل كده من تحت روزيتات بالكريمة يعني من غير اقماع يعني، بالكيس كده بس. والنص اللي فوق حطيت فيه سبرينجلز كده بس. وحطيت واحدة كاندي اسود وواحدة كاندي احمر على المانجا، وطلعت بالمنظر ده. قد ايه سهلة، وقد ايه كمان شكلها حلو جدا. يلا بسم الله وندخل في التانية. نفس الموضوع برضو، حطيت البورد بتاعي والكادر، ولفيت عليهم ورق فاكيوم اللي هو الشفاف. وهبدأ بقى ايه ارص الطبقات بتاعتي. طبقة الكيكة لو كيك متفتفت يا جماعة ممكن جدا نحط اول طبقة من تحت تكون سليمة، وبعدين نبدأ نحط المتفتفت في النص. تمام. هو طبعا اما يتسقي ويتحط عليه كريمة هيبدأ يمسك كل الطبقات في بعض، ما فيهاش اي مشكلة خالص. بصوا اهو قدامكم اهو، بصوا فتافيت. حطيت الديسك عبارة عن 3 4 قطع كبار والباقي فتافيت. اصل حرام يعني، الكيكة دلوقتي غالية جدا مش هتترمى يعني، وبعدين هي طرية. وانا بصراحة مش بستنى عليها يعني، بعملها مش بستنى عليها ليلة كاملة مثلا، ممكن اكون مستعجلة فبتفتفت كده زي ما انتوا شايفين. بس المهم ان الديسك اللي فوق يبقى ماسك نفسه كده عشان اعرف ازينه بس كده. خلاص حطيت تالت ديسك، وهبدأ بقى احط الكريمة من فوق بالمنظر ده واسويها، وبعدين اشيل الكادر بقى بتاعي. تمام. بس شلت الكادر اهو. بصوا انا لفاها كده كده بورق فاكيوم، كنت حطاه جوه الكادر يعني. هبدأ اسوي بقى الكريمة من على الوش بس. هنضف طبعا البورد علشان الكريمة اللي وقعت عليها ما تنشفش عليها.
وحطيت بقى جناش شوكولاته كده، وبولات كريمه ضفت عليها جناش شوكولاته، مش كريمه بيضه يعني كريمه بني، وحطيت كده واحده عين جمل في النص. ودي شوكولاته حبات القهوه، بعملها على قالب سيليكون، وريتهولكوا قبل كده. وخلاص كده خلصنا تزيين تاني واحده، ويلا بسم الله هندخل على التالتة. نفس الموضوع، انا بقى ايه ما جبتهولكيش من الاول علشان ما نضيعش وقتكم يعني واطول الفيديو. 3 طبقات، وسقيتهم بنفس السيروب اللي هو الكاكاو باللبن بالسكر، وحطيت الكريمه. بقيت اسقي طبقه الكيكه واحط الكريمه 3 طبقات كده فوق بعض، وحطيت من فوق جناش شوكولاته زي ما انتم شايفين. سيحت 200 جرام شوكولاته و100 جرام لبن على معلقه كريم جانتيه، وبحطهم على حمام بخار. وعملت كده روزيتات داير ما يدور التورته، وحطيت واحده بديل الاوريو، ومشيت عليها من فوق بمربى حليب او صوص كراميل بس. وحطيت بقى ايه سبرينجلز صغير على الروزيتات. يلا ندخل على الرابعه بسم الله. نفس الموضوع، هنحط الكيكه ونسقيها، وبعدين الكريمه ال3 طبقات كده بالمنظر ده. وبعدين هشيل الكادر بقى عشان ما تتعوجش مني وانا بزينها وانا بحشيها يعني وبجلسها، ما تبقاش معوجه كده يعني. عشان كده بحط الكادر الاول علشان تبقى مظبوطه يعني، وبعدين في الاخر بعد ما اخلص هشيل الكادر. تمام كده. اخر طبقه احنا كده عملنا واحده بالكريمه والمانجا و2 شوكولاته. دي كده الرابعه، برضو نفس الموضوع، هحط عليها من فوق جناش شوكولاته، نفس الجناش اللي انا عملته هحطه برضو عليه دي كده من فوق. ونبدأ نعملها بقى تزيين بكريمة بيضة، مش بكريمة فيها جناش دارك. كريمة بيضة كده، وحطيت نص واحدة عين جمل، وعملت سبرينجلز الوان كده على على الشوكولاتة يعني. والسبرينجلز الشوكولاتة الصغير حطيته على روزيتات الكريم. بس كده خلصنا الرابعة، ودي بقى اخر واحدة. دي كان عندي الورق الفاكيوم الشفاف خلص، فاخدت كان عندي ورق الفاكيوم ده اللي هو الملون برضو بيدي شكل حلو قوي. بس كده قصيته على قد الكادر، وحطيته من جوه الكادر كده زي ما وريتكم في الفاكيوم الشفاف بس. وبدأت بقى حطيته، وبدأت احط اول طبقة كيك وعليها وسقيتها والكريمة، وهبدأ بقى اكمل ال3 طبقات بالمنظر ده الكيك اللي هو اتكسر مني او اتفتفت مني. برضو عادي جدا. بصوا انا رصاه عادي جدا في الكادر يعني، هياخد برضو نفس الشكل المدور. وهسقيه واحط عليه الكريم هيمسك ويبقى زي الفل. كده خلاص انا خلصت اهو. حطيت بقى روزيتة كريمة فيها جناش واشكال بقى شوكولاتات كده عشوائية بشكل عشوائي يعني، حبات القهوة والشوكولاتة القوالب بس. وحطيت سبرينجلز وسط كده ذهبي، وواحدة كده ابيض في النص. وحطيت برضو سبرينجلز صغير فضي، بصوا يعني، واحمر بقى صغنن خالص. بصوا ادت المنظر التحفة ده. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون فيه افكار جديدة، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.